نفسك ولا انت تمثل انك تدل نفسك، انتوا تمثلون على بعض. حلو، ليه؟ العالم هذه وينها؟ هو لو ما في كاميرات لك تقول الو ماما، الو بابا، ترى انا بسوي زي كذا عشان بمثل، ترى بذل نفسي بس عشان امثل. اوكي لا تاخذ الموضوع جد. اوكي تمام يلا سلام. الو صحباتي. إيه؟ بس كيف تدقي على خلق الله في ارضه وتقولي لهم والله كنت امثل؟ كيف هذه كيف؟ لا تجي وحده تقول لي امثل. تمثلين وين؟ تمثلين على سمعتك امام العالم وامام الناس وامام الملايين. كيف امثل؟ ما تجي يا اخي. هذا يعني نحاول نرقعها بس ما لها رقعه صراحه. ما لها رقعه ترى صراحه. يعني مشاهد الصراحه عجيبه يا اخي. والله انتم عجيبين يا اخي، عجيبين. حتى لو علاقه تمثيل. يعني انا اعطيك مثال، في فرق بين الفيلم لما تصور يعرفون الناس، الجمهور، العالم كله، الشرق الغرب، يعرف ان هذا تمثيل. سواء الشخص يذل نفسه انه يحب وحده وما تبيه ويلحق وراها، هذا معروف عند العالم. اما انت كيف تجي تقنع لي العالم هذه كلها انه تمثيل؟ كيف تقنعهم؟ بتتصل على خلق الله كلها 7 مليار في الكرة الأرضية، تقول لهم الو ترى كنت امثل، الو ترى كنت امثل. هدفهم الفاينل، الله ياخذ الفاينل اللي يخليني اذل نفسي. ما تسوى. احسبوها ما تسوى. يعني اذا هم ينتظرون الفاينل خلاص اجل هم يبيعون كرامتهم لاجل البقاء او لاجل الفلوس. احنا ما الانسان اذا باع كرامته لاجل الفلوس ما يسوى ريال. يفكر انه هو كسب، لا والله ما كسب، خسر. لا والله خسر. ايه شفت المشهد هذا؟ انا برضو ما اقبله. انا لو يجيني مشهد يقول لي بوس، حتى لو بالفيلم حقيقة، بالفيلم يقول لي انزل وبوس رجلها، والله ما انزل ولا اسويها. ايش هذا؟ مستحيل. شوف اعطيكم مثال. انا لما سويت السيف، انا هلا يا سيف. هلا سامي، هلا كيف حالك؟ منور حبيبي. كمل لك، خذ راحتك. روح خذ راحتك. يعني احنا كنا من شوي ببثك يعني. كمل. يلا اوكي ولا يهمك. انا لما سويت الفيلم زين اللي في امريكا في لوس انجلوس، كنت من الناس اول شيء كنت متحمس، توني رايح الى هوليوود وخلاص ابغى امثل. حماس بدايه الجامعه، فهمت الحماس. فلما اختاروني ومثلت هذا الفيديو كليب حلو، المخرج قال لي اول شيء اسمع، في المشهد هذا ابيك تبوسها. عندنا يعني شفايف على الشفايف. بس عادي بامريكان بوس. ايه انا عارف، ايه عادي بالافلام. ايه بس انا عربي وسعودي يعني ايه واسمك راح يكون بالموضوع يعني. ايه فرحت سعودي عم يبوس امريكانيه. شفت السعوديين فرحت انا يعني حتى خفت يعني قلت الحين يطردني، خفت اني اروح اكلم المخرج دايركت. رحت كلمت يعني المساعد المخرج، قلت له افتح اول اسمندرة، قلت يعني انا عاداتنا وتقاليدنا ما تسمح لهذا الشيء. فشفته يعصب، قال ليه يعني وش فيه؟ يعني شفته عصب زين وقال ايش فيك يا سامي؟ قلت له احنا يا اخي عاداتنا وتقاليدنا ما تضبط هذا الشيء. قال خلاص اوكي كذا ومعصب. حتى شفته كان راح ولع سيجاره يدخن. فبعدين جاء يعني حضن التبويع، يعني الحضن وهذا. فهنا قلت لو اقول لا اللي يطردني برا اللوكيشن، وكنت متحمس فمشيت الموضوع. هذا اللي صار معايا. ففي اشياء ممكن تمشي، يعني حضن وما حضن تمشي، اوكي غلط، هو نعرف انه غلط، بس اما اني انزل عند رجلها وابوس رجلها عشان مشهد، لا والله ما اسويها. قالوا لك تعال نزل بوس اجره؟ واحدة كاتبة في مشهد، واحد ممثل نزل بس رجل وحدة، قلت لها انا ما اسويها. لو ايش
ايه باسمه نصيب لؤي بس اجر صديقك. لا تمزح. لا والله انا اخوات سكر الدول على السريع. انا تعرف راح تفكيري وين؟ في مسلسل كويتي، في ممثل كويتي بس رجل وحده في المسلسل هذا، راح تفكيري هناك. هلا هو ما بأس، هو كان حاطط هيك بس انه ما بأس يعني، بس انه كان يعني هي حاطه اجريها وهو بالمسبح، لا تمثل، هو لا حاطط تمثل، ايده على لا اجريها ومقربهم تمثل، وهي عم تصوره. لا تمثل. هو نزل راسه تحت، هذا يكفي. نزل راسه تحت، هو راسه تحت، هو كان بالبسين اصلا، هو بالمسبح كان، هو كان كله تحت. ايه يعني هو بالمسبح سامي، هو بالمسبح وهي قاعده على طرف المسبح حاطه اجريها، وهو حاطط ايديه على اجريها، على اجريها ومقرب، بس ما كان عم يبوس. لا هذه لا صارت هذه يعني مثل كان يبي يريح. لا تظلم، ما نبي نظلم احد صراحه، يمكن كان يبي يريح. ما انا ما عم بظلم، فكرتك عم تحكي عن هيدي. انا لا لا انا ما عم بقول ايه او لا. لا مسلسل فكرتك عم تحكي عن هاي. لا مو عن هذا. ايه لا عن مسلسل والله. شكرا لكل الداعمين. فلا عن مسلسل. بس يا سامي اللي بيصور هيك، يعني البنت اللي بتصور هيك وبتنزل، هيدي معناتها قصدها شو؟ الأذية ولا لا؟ ليش تصوري؟ طيب هو شاف هو يتصور؟ هو شاف؟ بلا شاف. اذا هو شاف بلا اخر شيء طلع. هو راضي اجل، كيف يسمح لها انها تصور؟ يا عمي ما بعرف والله. انا ما ادور. اسمعني سيف، انا اللي شفته من شوي قاعد اتكلم يا اخي. البنات قسموا نصيب ذلات انفسهن يا اخي. والشباب ما يعرف اصلا. الشباب او الشباب والبنات ما يعرفون شيء اسمه كرامه اصلا، مخلينها عند الباب. هن ما عندهم حل وسط يا سامي ما عندهم حل وسط. يا اما بيكونوا بيسبوا وبيهاجموا وبيطعنوا برجوله الواحد، يا اما بيكونوا مزلولات. ما عندهم حل وسط. ما عندهم حل وسط. شو هيك؟ عجيب ليه يا والله العظيم يا جماعه شو بكون هو هيك يا عمي، هو هيك يعني معقوله يعني ما يا اخي هو هيك ولا لا؟ ليش المجامله؟ ليش بدكم يانا نجامل؟ ما بدنا نجامل حدا، نحكي الدغري. ما بدنا نجامل حدا، اللي بده يزعل. لا انا بنعير انا من يوم اتكلم اقول كميه ذل قاعد اشوف غير طبيعيه. اكيد ما في شيء كله، مش كل العالم، اكيد ما كل العالم. التعميم لغه الجهلاء يا جماعه. اكيد مش كل العالم. تبي الصراحه؟ انا برضو من سيف. انا من الناس اللي دائما اقول لا احد يعمم، بس في البرنامج هذا خاصه يحق للانسان. انا ما بيعمم، بس انا اقول يحق للانسان انه يعمم، لان اللي قاعدين نشوفه شيء عجيب يا اخي. المشكله بتعرف شو يا سامي؟ انه اذا انت اجيت وقلت رايك، بيقعدوا العالم، مش المشتركين، لان المشتركين بيعرفوا حالهم. المشكله العالم اللي عند المشتركين، وانت شو عم تعمل وشو عم تحكي وليش عم تهاجم وليش ما بعرف شو، وبيربطوا الموضوع بالدول وجر بقى يا معلم. تعرف الفانز وصل الى اي مرحله؟ انا يؤسف لها. تعرف اي ليش؟ مرحله؟ تعرف انا اقول لك لاي مرحله. المرحله انك لو تشوف المشترك بدون ملابس او المشتركه بدون ملابس ما تتكلم عليها، ما تقدرون تسكتون الناس. صح، برافو عليك. ممنوع تحكي. ممنوع تحكي، او بتكون انت اذا حكيت عن هالمشترك او المشتركه بطريقه مش اوكي، انت بتكون مش عم تحكي عن الشخص، عم تحكي عن البلد. دغري بيربطوها بالبلد. لا حول ولا قوه على طول. هلا لا بالسيزون 4 على طول دايركت نص مصيبه كان بتكون. هلا بالسيزون 4 ما في بقى لا خطوط حمر، لا عرض ولا اهل ولا دول ولا شيء، كله سب على العلن يا معلم. لا وبيقولوا له كافو، اللي بيسبسب كافو، انت كافو دولة، انت دولة. والله ما عم بمزح. دولة مين هذا؟ توك توك هذا دولة مين؟ والله ما بعرف. والمشكلة انه ما حدا مبين وشه، كله جستات صوتية، يعني عرفت كيف؟ كله خافي وشه. ايه كله خافي وشه. ايه فعلا ما حدا بيسترجي يحكي هيك ومبين وشه. ايه او في الكومنتات. تدري انا اكتشفت حاجة يا سيف؟ ترى اغلبهم مرضى عقليا. تعرف ليه؟
لانه يفكر مثل ما انت ايش قلت اذا انه خافي وجهه، صح؟ هو يفكر انه خافي وجهه حتى على ربه، لدرجه انه يسب يقول لك عادي ما حد يدري عني. بالضبط. يعني هي الفكره انه مرحله وين؟ كيف بدي لك، بيطلعوا عقدهم بيطلعوها عقد، المكبوت، ايوه يطلعونها بيطلعوها. بالكومنتات، ويقعد يسب مم. وما عنده مشكله في الشرف وبالدين وبكل شيء. زين، خلاص يفكر ليش؟ لانك انت ما تشوفه، يقول لك هذا كومنت ما حد يدري عني. ناسي اللي فوق، صح. ناسي رب الكون. شيء عجيب. بركي. هذا ما يسويها الا الجاهل، خذها قاعده. والله والله يا الجاهل. خيي شو بدي اقول الواحد يعني جاهل. برافو عليك، مفكر ان الموضوع هيك، يعني موضوع هيك كانه لا، شيء انا تسلية يعني. انا قلت لهم امس يوم فتحت بث، وارجع اقولها لهم اليوم، انا احب ماجد المهندس وفانز الماجد. لو ماجد يخطي انا ارفع يدي منه. لا معتر، شو بده يخطي الزلمه؟ انا اقول لك ادري، اقول لك لو يخطي، ها، انا اقول ارفع يدي منه، اقول أو لا، وبالعكس حتى هاجم اقول غلطان، اللي سواه غلط. هذول ما عندهم شخصيه، هذول اي شيء يسويه المشترك معاه، يروح يمين يروحون يمين، يروح يسار يروحون يسار، ما عندهم شخصيه نهائيا. ما يعرفون شيء من الغلط ولا لا، خلاص معاه. طيب دامكم تطبلون للباطل، احنا لنا حق يا اخي نطلع نقول كلمه حق، نبي نطبل للحق يا اخي. لا ما تتكلم، لا ما تقدر تمسك لساننا، نتكلم، ولو تقعد تهجم عليه. لا هو ممنوع، بدك تتكلم وبدك تمشي مثل ما بدنا، ولا لا. ما بنحبك. لا تمشي ما مثل ما بدنا بنحبك. لا يحبوني. انا قلت لهم الحب المشروط ما بدنا اياه، الحب إيه. المشروط ما بدي اياه. ايه، لا تاخذ الحب المشروط، ما ينفع. مم. لا بالعلاقه، لا بالصداقه، لا شو بالحياه بدي؟ العاديه، ما ينفع. مم. تشرط علي فعشان هيك خلص ايش؟ سيف، يا ويلك من ربك، يا ويلي من ربي. ايه ما بيأثر، على اساس انت شايفيتنا نحن قاعدين عم عرفتي عم نغضب رب ايه العالمين كذا، بالكلام. اذا الحين شوف، اذا شوف يدخلونك كذا في الدين، يا ويلك من ربك، الله يا ويلك وربك وما انا عارف ايش. شكرا حبايبي، شكرا لكل الداعمين. يعطي ربك وما انا عارف ايش، يحسونك بالذنب، وانت تشوف انك ما سويت شيء، تقول انا شو مسوي؟ تخاف تقول يا ولد انا مسوي شيء، لان عندك ايمان، فيجونك عن طريق الدين. ايه وانت ما سويت شيء. شفت الواحد عن جد شيء مزح، مرات بتشك بنفسك، بتقعد بتراجع كلامك. مرات انا بقعد بحضر لايفي كله، بيجوك ناس بيقول لك لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. لا اله الا الله، شو عملها؟ اسمع، حسبي الله. لخي شو فيه؟ شو فيه؟ اسكت. جتني وحده تقول لي عساك بالموت، عساك ما ادري وش، وعسى يصير فيك وعسى يصير فيك. واضحك انا ابدا شو اسمه اللي ماسك القلم والكتاب عند الله عز وجل، الملائكه يسمعون له ويقولون ابشري طال عمرك، ابشري طال عمرك. يعني عقولهم وين؟ يعني مين انت يوم تدعي وتبي الناس تبي ربك يستجيب؟ الله يستجيب للانسان المظلوم صاحب الحق، والله الله يستجيب له. دايما شوف، أبنصحكم نصيحة خذوها. شوفوا الله، تفضل نصحنا. الله سبحانه وتعالى ما حرم أي شيء على نفسه إلا شيء واحد، الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تتظالموا. فلما تظلم أنت ترى خاف ربك، قاعد تسوي شيء الله حرم على نفسه، الله حرم على نفسه. بس يا أخي وش تسوي؟ يقول لك هذا شوف، انا ما ادري، انا صراحه يعني انا احس ان هذه بالتربيه، ما لها دخل من المراهقين، لاني انا لما كنت مراهق ما كنت اسوي هذه الاشياء. نطلع صح، نصيع، نطلع ما نرجع للبيت الا اخر الليل. الله يسعدكم، شكرا لكم حبايبي، الا اخر الليل. زين، بس ما نجي نقذف بالناس ونتكلم في الناس، ما نسويها يا اخي، والله ما نسويها. لا بعدين انبليتم بالمعاصي فاستتروا، يعني هلا صار عم يجاهروا عم يجاهروا فيها. يعني كل واحد حياته الخاصه له طبعا، بس مش ضروري انت تجاهر فيها على السوشيال ميديا. شكرا حبايبي. يا سيف، هذه مشكلتي انا الوحيده مع قسم ونصيب، مع مشتركين قسم ونصيب، يجونك يجاهرون لك بالمعصيه، سواء في الفله ولا باللايفات،
يا اخي ارجعوا، او دائما اقول لهم ترى انا مو مثالي، انا عندي اخطاء بس ما جاهر فيها. هم عندهم مشكلتين يا سيف، تعرف ايش هي؟ يجاهرون في المعصيه. شوف، يجاهرون في المعصيه وما عندهم خطوط حمراء. صح. ما عندهم مفتوح ابدا الليمت. مفتوح لهم كل شيء. اي مفتوح، السب يوصل لك اللي تبي، لاي مرحله تبي في السب يوصل لك. يوصل لك في السب. يا ولد انا شايف بنات مشتركين، واحده تقول الثانيه انت نمتي مع هذا، واو انا هنا جسمي كش. انا جسمي كش. بيطلع بيقولوا لبعض انت نمتي وانت عملتي وانت ظهرتي وانت شربتي وسكرتي مع هيدا وانت طلعتي وقعدتي بالشارع انت وسكرانه تقعدي تحكي عن هيدا والله العظيم ما عم بمزح هيك. تدري هذول لو يجوني مجانا مجانا والله العظيم ما ارتبط مع ولا واحده فيهم مجانا. شوف مجانا، ده هن اللي بيدفعوا يعني. ما فهمت. قصدك اوكي فهمت. انا اقصد يعني مثلا يقولوا لي نرتبط فيك علاقه زين، مثلا يجوا يعني كزواج زين، ويجوني 4 يقولوا لي كذا، شرح هذا ال4 منهم يجوني يقولوا لي تعال زواج مجانا، والله ما اسويها لاخر يوم في عمري. يا عمي انت شايف اي مستوى واصلين هذول؟ خلاص انا بالنسبه لهذول، تعرف ليه يا سيف؟ انا امس قلت كلمه، وكلمه تراها لها ثمن كبير ويفهمها العاقل. قلت ترى اللايفات اللي تطلعون فيها هي السي في حقكم، تراهم ما يدرون هي السي في حقكم. ارشيف هذا ارشيف. انتم ترى هنا حركتوا حياتكم انتهت. مين يعني الحين مثلا واحد جاي بيخطبك ولا بيتزوجك، ولا تجي هم ولا اخته تقول تعال شوفها بالتيك توك شو مسويها، ولا ينصدم الرجال، يترك الخطبه وينحاش من البيت كله. حياتك انهيتها حياتك، وحتى في الاعلانات. بس بدي لك شغله ثانيه، في شباب عادي بيتقبلوا بقول لك انا حبيتها خلص، بنسى الماضي. ده الماضي كله يعني راح، كله بينسى الماضي كله وعادي. يعني الحياة حلوة بالنهاية، الدنيا يعني لازم فرص يعني. هنا تؤمن ان لكل ساقط لاقط، لان هذه ما راح شوف كل ساقط لاقط اول مرة بسمعها. لكل ساقط لاقط، يعني اي شيء يطيح والله ليش اي شيء بيصير بيلقطه. لكل ساقط لاقط فعلا. فمعناتها ايش؟ معناتها توني كنت بقول هذا معناتها انه ما راح يتزوجها الرجال، راح يتزوجها ذكر. وبعدين فكرت قلت هي نفس الطريقه، فوافق الشنو الطبقه. بيكون اثنيناتهم شو بيقولوا لهم ارشيف فعادوا. بالضبط، هذا لا انا لا عاتبك ولا تعاتبني. ايوه بالضبط، لا عاتبك ولا تعاتبني، هي هيك. طب انا انصحهم ان هذول اللي يسووا المشاكل هذه يسووا واللي اساءوا البعض بالتصرفات هذه، انصحهم انهم يتزوجون مع بعض، لان ما في احد راح يقبلهم خارج المحيط هذا. خلص عن جد يعني انتم